إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه الليلة المقبلة قد تكون أول ليلة من شهر رمضان لهذا العام، فنتلمس فيها رؤية هلال رمضان لهذا العام 46 بعد 400,000 من الهجرة. وأول ليلة من رمضان لا خصائص عن بقية الليالي، أي في بقية العام، ثم تتبعها ليالي رمضان الأخرى في هذه الخصائص. لكن تبدأ هذه الخصائص في أول ليلة من رمضان. وكما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وغيره، مع ذلك في حديث المنهال الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مرضة الجن، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار. هكذا نص الحديث. وفي حديث عتبة بن فرقد الذي أخرجه النسائي أنهم تذاكروا عنده شهر رمضان، فقال: تذكرنا شهر رمضان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. هذه الأخبار تبين لنا أحداث أول ليلة من رمضان. هكذا: أولا تصفد الشياطين، أي تغل، كما في الرواية الأخرى. والحديث هذا أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية أبواب الرحمة، وغلقت أبواب الجحيم، وصفدت الشياطين. هكذا نص الحديث في الصحيحين، فأصله في الصحيحين، لكن جاء التقييد بأول ليلة في غير الصحيحين، عند غير البخاري ومسلم. فأول ليلة من رمضان فيها تغل الشياطين، أي تصفد بالأغلال، أي تربط بالأغلال،
وهناك من العلماء من قيد هذا بالمرضة للرواية التي أشرنا إليها، التي فيها التقييد بمرضة الجن، أي الكبار هم الذين يصفدون فقط دون صغار الشياطين. وسواء هذا أو ذاك فإن ربط المرضى أي الكبار أي رؤوس الشياطين هذا بلا شك يكون له أثر، وهذا الأثر يرى في حياة المسلمين في هذا الشهر من زيادة الخير ومن تقليل الشر، والنفوس تكون مهيئة لاستقبال الخير والكف عن الشر. وتفتح أبواب الجنة هذا على حقيقته، لأن الجنة لها 8 أبواب، أبواب حقيقية ليست أبوابا معنوية أو وهمية، أبواب، لكنها طبعا أبواب ليست كالأبواب، أبواب ليست كأبواب الدنيا، أبواب عظيمة لا تبلغها العقول. فالباب الواحد يدخل منه المليارات من أهل الجنة، مليارات. نتكلم عن إيه؟ عن أهل الجنة من أول البشرية، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، عدد لا يحصى. وكذلك النار تغلق أبواب النار وهي 7 أبواب أيضا، أبواب حقيقية ليست وهمية. ونحن نؤمن بوجود الجنة والنار الآن، مخلوقتان موجودتان تنتظران أهلها. ليست سوف تخلق بعد يوم القيامة كما قول بعض طوائف أهل البدع ومنهم المعتزلة، لا، موجودة مخلوقة، الجنة موجودة والنار موجودة، ولا أبواب، لكل أبواب تفتح وتغلق. طيب، وكذلك ينادي مناد أي من الملائكة، وهذا على حقيقته أيضا يا عباد الله، يعني هذا ليس أيضا أمرا معنويا، لا، هناك من ينادي بهذا من كنا لا نسمع: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يعني تعال أقبل يا من تريد الخير والصلاح، يا من تريد الطاعة. وهذا ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين لعباده أن يكثروا من فعل الخيرات والطاعات في هذا الشهر من أول ليلة. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تسلك مسلك أهل الشر في هذه الليالي، خاصة في أول ليلة. فلا تكن من الذين يحيون أول ليلة من رمضان في المعاصي والمنكرات بل وفي الشركيات. إذا جاءت أول ليلة من رمضان ذهب يشد الرحال إلى قبر الحسين أو إلى قبر البدوي. يا عبد الله، أنت تصوم لله، تشد الرحال إلى قبر ميت حتى ولو كان رسولا أو كان صالحا، وتطوف حول القبر كما تطوف حول الكعبة، بل وتجلس أمام القبر تدعو صاحب القبر الميت الذي لا يسمع الدعاء، تدعوه وتطلب منه حاجاتك. يا حسين إني جئتك أشكو إليك. اتق الله يا عبد الله، هذا من الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الحسين عبد مربوب لا حيلة له لأحد، ولا يسمع دعاء ولا يكشف ضرا ولا يعطي شيئا. فاحذروا من صنيع أهل الشرك، واحمدوا ربكم على أنكم في بلاد فيها السنة الحمد لله، بخلاف بلاد الرفض والتشيع التي امتلأت بالخرافات فنشأ أهلها على هذا الشرك. صار عامة أهل هذه البلاد نحو إيران وما شابهها ينشأ الصغير على عبادة غير الله، على عبادة الحسين وعبادة علي. فإذا
خافوا الغرق أو خافوا الموت قالوا يا حسين يا حسين، ويموت على هذا والعياذ بالله، يموت على عبادة الحسين، والحسين لن ينفعه بشيء، يتبرأ من يوم القيامة كما يتبرأ المسيح عليه السلام من إيه؟ من الذين عبدوه. فاحذروا يا عباد الله، لا تقعوا في أعظم معصية عصي بها الرب في أول ليلة من رمضان، تشرك بالله العظيم، تدعو غير الله، تطوف بغير بيت الله الحرام، بغير الكعبة، لا يطوف إلا بالكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن نسلك مسلك اليهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد وفي تعظيم هذه المقامات حتى يصير أهلها يعبدون من دون الله، ووصى بهذا من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك من يأتي في أول ليلة من رمضان بدلا من أن يحاول أن يقلل المعاصي التي كان عليها يزيد المعاصي، يذهب ويسهر في القهوة الفلانية، يشرب الحشيش والمخدرات ويشرب المسكرات إحياء لرمضان، هذا إماتة لرمضان. وعند مقام الحسين يشربون المخدرات والحشيش. ليش هذا؟ يا عباد الله، أنتم في بلاد حباها الله عز وجل بخيرات كثيرة، فاحفظوا هذه النعم حتى لا يسلط عليكم بذنوبكم من يزيل هذه النعم كما سلط على غيركم. انظروا إلى من حولكم، يتخطفهم الناس في كل البلاد، زالت عنهم النعم، صاروا لا يجدون الشراب ولا الطعام، ولا يجدون من يأويهم، سلط عليهم أخس الخلق، سلط عليهم. فاحذروا أن يكون مصيركم مصيرهم بما كسبت أيديكم. نعم هناك أسباب الحمد لله نأخذ بها لمنع شرهم، لكن من أعظم هذه الأسباب ليس فقط إعداد الجيش، وهذا بلا شك من أعظم الأسباب، لكن كذلك من أعظمها وعلى رأسها أن نحقق تقوى الله التي بها سبحانه يؤيدنا إذا استخدمنا هذا السلاح ضد العدو، حتى لا ينهب ديارنا ويقتل أبناءنا ويستحي نساءنا. فالعدو على الأبواب، كلكم تعلمون ذلك، العدو على الأبواب، لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة إذا شعروا ضعفا فيكم كما صنعوا مع غيركم. هم لا يجيبون إلا الضعفاء الذين لا حيلة لهم، أما الأقوياء لا يستطيعون. هذه خستهم، هذه طريقتهم منذ أن وجدوا، لا يجيبون إلا الضعفاء الذين لا قوة لهم، لا في العقيدة ولا في ولا في السلاح. لذلك استباحوا سوريا. فالآن يا عباد الله، نحن في استقبال أول ليلة من رمضان إن شاء الله إن ثبتت الرؤية. فحاولوا أن تحققوا مراد الله عز وجل منكم وفيكم، وأن تكونوا عبادا لله، أن تكونوا عبادا للرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فأحيوا هذه الليلة وما يليها من ليال بالعبادة على السنة، واحذروا من البدع. عليكم بقيام الليل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيام رمضان دون ابتداع أو إحداث، وبتلاوة القرآن وبذكر الله والاستغفار والتوبة، لعل الله أن يرحمنا وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن ينصرنا على عدونا، وأن يمكن جيشنا من رقاب هذا العدو الخسيس. نسأل أن ينصر جيشنا، جيش مصر، على أعداء الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هؤلاء غنيمة في أيدينا، وأن لا يجعلنا غنيمة في أيديهم. ونسأل أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة، وأن يرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما أيضا أذكر به أن نعتني بالسنة في السحور في أول ليلة وفي كل ليالي رمضان، أن نؤخر السحور وأن نتسحر ولو على جرعة ماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أو على تمر كما في الحديث: نعمة سحور المؤمن التمر. وأن يكون السحور في آخر الوقت، ما في عندنا ما يسمى مدفع إمساك، وهي خرافات الشيعة. هذه خرافات الشيعة الفاطميين الذين أدخلوا إلى مصر، لا توجد في الإسلام. ما فيش مدفع إمساك، وأنك تمسك قبل الفجر بساعة وساعتين احتياطا. كل هذه من البدع والخرافات التي لا أصل لها في الإسلام، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. إنما كان سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عن زيد بن ثابت، كان كما سأل أنس زيد بن ثابت كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر أو صلاة الفجر، قال قدر 50 آية، يعني قرابة ربع ساعة قبل الفجر. هذا وقت سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نجلس قبل الفجر بساعة نتسحر. خلاف السنة، تأخير السحور من البركة، كما أن تعجيل الإفطار من البركة. فحديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي أن تعجل في أول وقت الغروب، لا أن تؤخر احتياطا. فلما خالف الناس السنة فعجلوا السحور وأخروا الإفطار قلت البركة، وهذا واقع، هذا واقع. وسبحان الله، يترك الناس اليسر في الدين في هذه المسائل، وفي الجانب الآخر يرتكبون المعاصي في نهار رمضان تحت دعوى أن الدين يسر. يجلس يشاهد أفلام ومسلسلات في نهار رمضان ويقول لك سلي صيامك الدين يسر. قل له عجب الإفطار، يقول لك يا أخي لا تشدد، لا احنا نؤخر احتياطا. يعني اختلطت المفاهيم عند الناس بسبب البعد عن الكتاب والسنة. فعودوا إلى ربكم يا عباد الله. هذه مسألة قد تكون صغيرة عند البعض، لكنها لها مقام عند الله. السنة هي سفينة في هذا الزمان، من ركبها نجا. فاحذروا يا عباد الله مخالفة السنة. فمن أراد البركة في رمضان فعليه بإحياء السنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإماتة البدع والخرافات. هذا الذي يغيظ الشيطان ويغيظ الأعداء. أن تكونوا متمسكين بدينكم، أن يجدوا أمة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكثروا من الدعاء في ليالي رمضان يا عباد الله لبلدكم ولأبنائكم ولإخوانكم في هذه البلاد، أن يرفع الله عنا وعنهم هذه الذلة، وأن يرفع عنا غضبه سبحانه، وأن يعجل بنصر عزيز نذل كما قال رئيسنا السيسي حفظه الله تعالى: الذي فعلها مرة سوف يفعلها 1000 مرة، وهذا سوف يكون إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.